السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. اخباركوا ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب كده وبصحة يا رب، اللهم امين يا رب. الله. قبل ما نبدأ كده كلامنا نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، ندعي يا حبيب قلبي كده لاخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم نصرا عظيما، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده حبيب قلبي، ده كان عشاء، والله العظيم كان عشاء مفاجئ. احنا كنا متغدين وكل حاجه في امان الله. طلبوا مني ان هم يتعشوا، قالوا لنا احنا كنا طالبين في اليوم ده كشري عدس، قالوا مش هناكل، قالوا احنا معرفناش ناكل كشري عدس. قلت لهم حاضر. انا بقيت اطلع الحاجه، طبعا الدنيا كانت في اليوم ده تلج، طبعا جاعوا. طلعت والله الحاجه، ده كان ربع فرخه، فص فرخه واحد، فص صدر فرخه واحد زي ما انتوا شايفينه. وقطعة والله الكبدة دي يعني بتهيألي 300 جرام، مجابتش نص يعني ربع كيلو، قولي هي ربع كيلو. والصدر ده برضه والله قولي هو برضه كان يجيله زيادة عن ربع كيلو شوية، لأنه كانت لحمة صافية ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل منه أحلى عشاء في ثواني، والله ما أخد في ايدي حاجة ما شاء الله. شوفوا من كتر ما هي متلجة أنا ما كنتش عارفة أمسك الفراخ. والكبدة شوفوا بعملها بالشوكة ازاي، سبت الفراخ لما اخلص تقطيع الكبدة تكون فكت شوية، لان الكبدة بترخي اسرع من الفراخ ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده. معلش يا جماعة البرد بقى عامل عمايله، اللهم اشفينا يا رب واشفي كل اخواتنا المسلمين اللهم امين. هنا الكبدة انا قطعتها عصافيري، انا بحب اقطعها صغيرة كده عصافيري، انا بحبها والله حتت كبيرة وبحبها شرايح، بس هم عندي بيحبوها حتت صغيرة. نعمل كده زي ما انتوا شايفين. وهنا ما شاء الله الفص الفرخة هو كان حوالي 350 جرام، كان ما شاء الله. شوفوا الفراخ دي من ضمن اللي انا ان شاء الله ابقى انزلها لكم في تجهيزات رمضان، كنت عايناه عشان اعمله بانيه رمضان، طبعا هم ما صوروش. ما شاء الله عمل 6 حتت بانيه ما شاء الله، القطعة قطعة ما شاء الله. انا ما بحبش اعمل البانيه رقيق خالص، بحب اعمله في صوص، يعني تاكل الفص قبل ما تاكل الطبقه المقرمشه بتاعته زي ما انت شايفه كده. ما شاء الله. جيبي بقى الكبه بتاعتك، اسرع تتبيله تتبلي كبده وفراخ بيها. شوفوا دي نص بصلايه، مش بصلايه والله، حتى ما تجيب النص بصلايه، هتجيبيها في الكبه وقرن فلفل. في اليوم ده فعلا كان عندي عجز في الفلفل، وهم طلبوا الاكل بسرعه، يعني ما كنا بالليل، مين اللي هيروح يجيب فلافل بالليل؟ ده كان والله نص قرن. شوفوا نص قرن ايه صغير، اللي هو الفلفل الحلو مش الحامي، لا مش السبايسي. شوفي هو نص فلفل اهي. بتجيبها بس انا بقى نضفتها بصراحة عشان ما كنتش عايزة اهدر منها اي حاجة، عشان هي كانت قليلة اوي زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله. بتجيبي بقى معاها خل، عايزة تجيبي فص توم عادي برضو، انا ببقى احط لان ما كانش عندي لا بصل بودر ولا توم بودر، والحاجات دي اسرع من البهارات البودر على فكرة، وبتدي نكهة اكتر من البهارات. شو مفصلة من توم بس اه. على فكرة الخل ده كان قليل، انا زودت كمان معلقتين علشان انا عايزة البصل والثوم والفلفل ده يبقى مية عشان يتبل معايا بسرعة. انا زودت كمان يجي معلقتين كبار اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. اسرع تتبيله، وكان والله العظيم كان الاكل كان ما شاء الله اللهم بارك، كان تحفه، كان يستاهل والله بقكم معانا يا جماعه. كان ما شاء الله يعني بألف هنا يا رب على اللي اكل منه، كان ما شاء الله كان تحفه وكان سريع، بس كان ما شاء الله. شوفوا بقى يا حبيب قلبي كده اهو ما شاء الله. كل اللي احنا هناخده هنا
معلقة هنا، عايزة معلقة فيها معلقة خل كويسة على الكبدة، معلقة واحدة بس على الكبدة، والباقي كله هحطه في البولة دي للفراخ زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. كله في البولة، بقيت الخلطة كلها في البولة. خدت حتة كانت حتة بصلاية متفرمتش فحطيتها على الكبدة. ملح ملح، بهاراتك بقى العادية، متكتريش بهار خالص خالص، متكتريش اي بهار لان ما بيحتاجش. هنا مثلا حطيت حبة شطة للفراخ، محطتش للكبدة لان الكبدة انا هحطها شطة سبايسي فمش هتبقى محتاجة شطة خالص. فلفل، ملح وفلفل وبس يعتبر، ما تكتريش. الفراخ هتحط لها نطرة شطة، انما الكبدة هحط لها نطرة كمون، يعني ربع معلقة كده، ما تكتريش زي الشطة كده ما حطيتها للفراخ قليلة خالص. كانت ما شاء الله اللهم بارك. ده كان كمون اهو زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. قلبي بقى كل حاجة في بعضها. هنا قلبت الكبدة عشان تلحق بسرعة. هما يوم احنا عندنا يوم الكشري او يوم كشري البطاطس او كشري العدس الكلام ده خالص، ما بيعرفوش يتغدوا، مش عارفة ليه، رغم والله بيبقى اكل حلو. شوفوا هنا ما شاء الله الكبدة ابيضت ازاي عشان انا حاطه لها معلقتين خل. الخل هنا هو اللي هيخليها تتبل بسرعة. شوفوا هنا ما شاء الله اه. هي هنا الفراخ على فكرة كترت، يعني كانت بدأت إيه ترخي، وهي اللي هيخليها تستوى معاكي اصلا ان هي كانت بقالها يعني بقالها كذا يوم في الفريزر. انما لو انتي عاملاها فريش هتبقى قاسية، مش هتبقى حلوة. بنيهات اي حاجة لازم تبيتيها 24 ساعة في الفريزر او في التلاجة عشان الانسجة بتاعتها ترخي معاكي وتستقبل النار وكده. انما هي حتى تلوضي الفراخ الشوربة انا ما بحبش اجيبها واعملها، او ما بحبش في اليوم اللي اذبح فيه اطبخ فيه، لا احب اطبخها اذبحها مثلا على بيات وانقعها براحتها وتاخد راحتها وتاني مولع عليها كده بتبقى اطعم والله. يعني كنت بجيب شوية تتبيلة لحتة الفراخ اللي كانت ناقصة ان شاء الله. شوفوا دي كانت اصغر حتة في البانيه ما شاء الله. فركتهم معاهم مع بعض. هنا بقى يعني ما خدش والله وقت على ما حضرت بصل الكبدة وعلى ما حضرت حاجة البانيه وكده. كان ما شاء الله في ساعتها. دي معلقة دقيق، معلقتين دقيق ومعلقة نشا صغيرة. معلقة النشا ده هتفضل محافظالك على الكفر ان هو يفضل مقرمش حتى لو باتت. جربوها كده، اكل سريع سريع خالص. انتوا شايفين دي بيضة. هنا انا كنت قطعت طبق البطاطس ده عشان اقليه، كنت مولعة الزيت على البوتاجاز ورايا للبطاطس زي ما انت شايفة كده. ملح مكتريش وعلى الدقيق شوية ملح. الفيجيتار ما بحطش عليه ولا البقسماط لان هو بيجي كده 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 اساسا متبل. الفيجيتار بيجي متبل اساسا. انا بس تبلت بس الدقيق والنشا. انا ما شاء الله ترب البيضة ما بتزودهاش لا لبن، ما بزودهاش والله الا لبن ولا ايه. لو عندك معلقه لبن حط عادي، بس انا ما بستحبهاش الا كده، بحبها كده اكتر. انا كنت راح اقلي البطاطس زي ما انتوا شايفين كده. دي البقسماط والفيجيتار. انا ما بكترش، انا لما بحب عاوز ما بحتاج بحط عشان ما خسارة يا جماعة. الدنيا غلا وربنا وحده اللي يعلم بالاسعار الدنيا ماشية ازاي. شوفوا كده يا حبايب قلبي
بتغلفيه حلو اوي في الدقيق والنشا. لو غلفتيه حلو في الدقيق والنشا عمره الكفر ما هيقع من عليه ولا اي حاجة، لان النشا دي هي اللي بتسحب منه السوائل على فكرة عن الدقيق. هي في ناس بتحط دقيق بس، لا انا بحط في معلقة النشا دي. جربيها بجد والله حاجة تانية خالص غير العادي خالص. ما تعكيش ايدك والله. اللي يقعد يقولك لا ده البني ده بيخلي الايد ومعرفش ايه، والله ما شاء الله كله بالشوكة. حتى ما بعمل بايدي بعد ما بدل وشين كفر الرقيقة خالص بعمل بيها بايدي كده، اصبحت ايدك نظيفة مش هتلزق ولا اي حاجة، ولا كأنك كنت بتعملي بانيه. شو ما شاء الله اهو. تيجي بقى طبق ما تحطوش على بعضه، طبق يكون مفرود وتفردي زي ما انت شايفه كده. نشوفوا ايدي ولا تعكت ولا اي حاجة، حتى لو تعكت ايه حاجة بسيطة مش هتتعكي اللي بالك فيه، لان انا مش هعمل تتبيلة سايلة كتير، لا هو التتبيلة مش سايلة خالص. شوفي هنا، شوفي تقوم بقى عاملة ايه بس خلاص كل ده في ثواني. والله تتبلي 2 كيلو وانتي واقفة، بس طبعا في الزمن ده محدش بيجيب 2 كيلو. الفراخ دي انا اللي كنت مربياها على ايدي، فعشان كده ما شاء الله انا كنت شايله السبس لبنتي الصدر ده ان انا اعمله لها كفته، بس هم بقى كانوا مستعجلين عملته لهم بانيه. اشوفوا ما شاء الله اول مره ربي فراخ وما احش منها كنتاكي ولا كلام من ده ولا مشوي ولا كلام من ده. طبعا من الغلا هنا كانوا عاملين فلفل اهو يشبح احمر في اخضر، والحته الصغننه دي هي السبايسي. هنا بقى بنروح على النار، البطاطس ورايا بتتعمل حطيت حبة الزيت زي ما انتوا شايفين كده، والبطاطس هنا بقلبها. هنا بقى الزيت هنا كنت هعمل هنا الكبدة زي ما انتوا شايفين كده. بقدح الزيت الأول ونزلت عليه بالبصلاية والقرن الفلفل والشطة. كانت حارة أوي على فكرة القطعة الصغيرة السبايسي دي، لأن كانت الكبدة كانت حارة أوي، كانت مشطشطة أوي ما شاء الله اللهم بارك. بتقلبيها بقى بس بقى لما بتدبل خالص معاكي، مش بتتحمريها لا بتدبل بس زي ما انت شايفة كده، دي بتتعمل ما شاء الله في ساعتها. تنزلي بقى عليها بقى بالكبدة على نار عالية. هنا انا كنت بقفل الباب، كانوا عايزين يدخلوا كل شوية جعانين بقى وعايزين ياكلوا زي ما انتوا شايفين كده. والله كنت بعمل بايدي وبسناني يعني بجد بهدلة لما بتقف كده تعملي حاجة كده بتأني. هنا البانيه اهو زي ما انت شفتي البانيه في المقلاية التانية. الكبدة خلصت قبل البانيه، لان الكبدة بتشم النار بس ما تزوديش عليها اكتر من 10 دقايق على النار عشان ما تنشفش معاكي وتجلد، لكن هي طول ما هي كده هتفضل جوسي كده وطرية وحلوة زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. بيضة ازاي وحلوة ازاي، معلقة الخل على فكرة هي اللي بيضتها. هنا البانيه اهو العين التانية اهو ما شاء الله. انا على فكرة مبحبش اكتر البانيه زي ما انتوا شفتوا كده. يا رب كده يكون الفيديو خفيف عليكم ويكون عجبكم ما شاء الله. شوفوا البانيه والله كان تشوفوا الكور ما بيطلعش من عليه. يكون الفيديو كده كان خفيف عليكم واستفدنا كلنا من بعض يا رب اللهم امين. هتوحشوني حبيب قلبي. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك واشتراك ومتنسوش تفعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.